فيلم العار مش بس حكاية 3 إخوات بيهربوا مخدرات، ده فيلم بيفضح الصراع بين الطمع والضمير. الأب كان بيمثل الشرف والاحترام، لكن لما مات اكتشفنا إن وراه تجارة حرام. ولاده ال3 كل واحد فيهم كان بيمثل شريحة من المجتمع، دكتور بيخاف على سمعته، ومحامي بيبرر الغلط، وتالت غرقان في الفساد. العار الحقيقي مش إنهم يهربوا مخدرات، العار إنهم باعوا نفسهم من غير ما يحسوا. الفيلم ده بيخليك تسأل نفسك، لو كنت مكانهم كنت هتختار الضمير ولا الفلوس؟ العار تحفة سينمائية بتكشف أضعف ما فينا. الحكاية مش معقول كده. الأستاذ اسكت يا شكري. لا مش هسكت يا كدابة ضلالي. اتكلم يا شكري. البيت بعد ما سرقنا بالتوكيل اللي معاه بيدعي إن أبونا كان تاجر مخدرات وإن حاطط ثروته كلها في القطاع. قناة أبولو.